صحابي اللي معايا في الفصل يا جماعة هم أكتر حد هيفتكر المواقف الجميلة العسل دي. هي كان وقتها يا جماعة مواقف صعبة، كانت مواقف صعبة بالنسبة لي، محدش يضحك والله العظيم. لكن دلوقتي لما بفتكرها بقعد أضحك والله على نفسي، بقعد أضحك. أنا صاحبتي كانت بتعمل حمام على نفسها والله العظيم من الضحك، يعني إن هي لما تيجي مثلا هي في ايه مرة مالها بتاع اللي بتعمل كده الهبل ده العبط ده، كانوا شايفين بقى ان هو هبل. بس انا طبعا بالنسبه لي لا، انا يا جماعه مجتهده وبحب المذاكره، وعلى نص درجه كان بيفرق، يعني بيفرق معايا الموضوع. ليه بقى؟ الموضوع ده له مميزات وله عيوب. طبعا مميزاته ان انا ببقى خايفه على شعور امي وابويا اللي تعبوا عشان خاطري، ببقى خايفه ان انا ما اجيبش المجموع اللي انا عايزاه. فالفكره ان انا مثلا اجيب اقل من 95 دي مرفوضه، يعني ما كنتش يعني حطاها في دماغي. يعني حتى لما ببقى مثلا ناقصه نص درجه اللي انا ببكي عليها دي ولا بتاع، ببقى متاكده ان انا مش هنقص برضو عن 98، مش هنقص، مش هبقى كده. لان احنا عندنا في الكويت كل سنه بيعملوا حفلة تفوق للمتفوقين. المتفوقين دول اللي هم جايبين امتياز، اللي هو فوق ال90 يعني انت جايب امتياز هتتفوقي في المدرسة وهيدوكي شهادة وحفلة وحاجة كبيرة، يعني حاجة تحفة يا جماعة والله العظيم. لو معايا صور كنت نزلت لكم الصور بتاعة الحفلات وبتاعة التكريم، وبنلبس الوشاح وبتتكرمي، بتبقي مثلا الأولى الثانية الثالثة على حسب بقى ايه. انا الموضوع ده بالنسبة لي الاهالي بتيجي، امي وابويا واخواتي بيجوا بيفرحوا بيا لما بيشوفوني متفوقة وبتكرم مش عارفة ايه. يا جماعة اللي بتقول الكذب دي عمرها ما تفوقت، ما طلعتش من المتفوقين. اقسم بالله يا جماعة في الثانوي عامة في الصف العاشر طلعت من المتفوقين. لكن من عيوبه طبعا ان انا وترت نفسي. انا كنت بقعد في البيت مثلا اقول لماما انا مش عايزة اذاكر، انا مش عايزة اروح الامتحان. اصحى الصبح اقول لها مش عايزة اروح الامتحان، لا ما تودونيش. كنت في اعدادي ساعتها، ما تودونيش الامتحان، لا مش هروح، انا مش هحل حاجة، انا مش عارفة. مع اني كنت ببقى مذاكرة ومخلصة كل حاجة، باجي يوم الامتحان ما اعرفش بيحصل لي ايه. والله اقسم بالله يا جماعة الكتاب ده ما كنتش بقدر امسكه كده، ما كنتش بعرف. كانت ماما تقعد تيجي على نفسها تقول لي يا بنتي ذاكري، خلاص والله العظيم انت بتهيألك ده مش عارفه ايه. لا اول لما هتيجي هتحطي ايدك على ورقه الاسئله وورقه الاجابه هتجاوبي على طول ومش عارفه ايه. فانت لا طبعا ايه لازم تروحي الامتحان، ما ينفعش ما تروحيش الامتحان. كنت بقى باجي على نفسي بقى بروح منهاره معيطه. اول لما باجي اروح الامتحان والله اول لما بكتب اسمي الاسئله تك 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 بطلع من نص الوقت. يعني برضو في الكويت كانوا بيشددوا على موضوع نص الوقت ده، لا بيخلونا شويه، بس انا كنت ببقى مخلصه نص الوقت، كنت ببقى مخلصه الامتحان وطرشه الورقه كلها من اولها من ايه زد، يعني زي ما قال الكتاب. من فين بقى انا مش فاكره من فين، انا مش بمثل طبعا يا جماعه، بس دي كانت حاله اقسم بالله لدرجه ان امي وابويا جابوا لي شيوخ يقروا عليا ويحصنوني. كان في ميه مقري عليها قرآن كنت بستحمى بيها. لا كان الموضوع يا جماعه موضوع كبير والله يا جماعه. انا كنت ملبوسه بجن دحيح في ايه. في صاحبه ماما كانت بتبقى قاعده معانا يعني اغلب الوقت وكده، كانت بقى بتاخدني تقعد تقول لي ما ينفعش ان انت تجنبي جايه، وان شاء الله ربنا هيوفقك وهيكرمك، وانت اجتهدتي وانت تعبتي وربنا مش هيضيع تعبك ان شاء الله وكده يعني. وطبعا انت يعني هتبقى بتطلعي من المتفوقين يعني يا بنتي، والله العظيم مش هتسقطي يعني ولا هتعيدي السنه ولا هيحصل لك حاجه. كنت اقول لها مش عارفه والله، اقول لي حاجه كده كانت في مش عارفه، كانت حاجه بتمنعني ان انا امسك الكتاب ايام الامتحان. بس كانت تقعد بقى تمسح على راسي وتقرا لي قرآن والرقية الشرعية وكلام زي كده. والحمد لله يا جماعة جيت بقى في الثانوية العامة بعيد عنكم، بقيت جبلة، ولا فارق معايا درجات ولا فارق معايا نجاح ولا فارق اصلا معايا اي حاجة، مع ان ده الاساس وده الاهم. ان انا ايه الثانوية العامة لان هي دي الكلية اللي هدخلها، ولا كان فارق معايا. جينا بقى انا واصحابي بقى قضيناها بقى خروجات وقضيناها فسح وقضيناها هنا وهنا وياما يمين وياما شمال.
يا 99 يا 100 يا 98 يا هدخلك كلية طب وهندسة، غير كده مش هتدخلك حاجة. والنبي لو جبت 97 هتخش تربية، هتخش كلية زراعة، هتخش مش أنا جات لي زراعة بالعموم، جات لي زراعة وبعد كده كنت محتارة يعني إن أنا أدخلها ولا أدخل كلية هندسة ولا أصلا أسافر وأروح القاهرة مثلا مع أصحابي وكده. طبعا أهلي مرضيوش، فقالوا لي لا خلاص. كانت الأكاديمية العربية فتحت هنا، طبعا والدتي مرضيتش إن أنا أسافر وكده، خافت عليا القاهرة وكده، فدخلت الأكاديمية العربية كلية الهندسة، والحمد لله يا جماعة على كل حال. أهم حاجة بس خلاص ده كله. بالمناسبة يا جماعة ده بروش 2014، ده أنا خريجة الثانوية العامة سنة 2014 من الكويت. البروش ده بالصدفة والله العظيم وانا بلبس لقيته في الدرج، رحت طلعته قلت هلبسه. ايام بقى الذكريات. بحكي لكم بقى قصة البروش دي. فده لقيته في الدرج والله يا جماعة ولبسته بالصدفة يعني. انا ما بحتفظ بالحاجات بتاعتي بصراحة يعني، بس ايه بحتفظ بيها نظيفة وكده بقى، بنطورها بقى في الادراج، بنطورها هنا كده، فطبعا بتتوسخ تتبهدل وبيطلع عينها. بس بالصدفة لقيتها جماعة، فكرتني بذكريات صحابي كل اللي هيشوفوني، وبجد والله وحشتوني جدا. نفسي اشوفكم، نفسي نتجمع تاني على خير. كنا عملنا حفلة التخرج الثانوية العامة عندنا، بنعملها بتبقى حفلة كبيرة وكده زي التخرج من الكلية كده. بنلبس روب التخرج والطاقية وبنتكرم وبيدونا هدايا ولو معايا والله العظيم بس الحاجات شايلاها دلوقتي. كنت وريتها لكم حاجات يعني ذكريات جميلة جميلة جدا جدا بجد. نفسي ترجع تاني والله، ونرجع لاصحابنا بتوع الكويت، واحلى صحبة واحلى عشرة عمر. هي الناس دي اللي بجد يا جماعة، هي الناس دي بجد اللي وقفت معانا. الناس معادنها بتبان في الغربة، الناس الحقيقية بتبان في الغربة. احنا قعدنا عمرنا كله تقريبا متغربين. والدي 35 سنة عايش في الكويت، فحياته كلها هناك، صحابه كلهم هناك، كل حاجة